السلام عليكم. إن كنتم تخططون لأداء فريضة الحج من الجزائر عام 2025، لدي معلومات هامة لكم. أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن فتح باب التسجيل في قرعة الحج لهذا العام. بدأ التسجيل يوم الخميس 3 أكتوبر 2024، وسيستمر حتى يوم الأحد 27 أكتوبر 2024. يمكنكم التسجيل إلكترونياً عبر موقع الوزارة على شبكة الإنترنت www.interior.gov.dz على مدار الساعة، أو من خلال التوجه إلى مقر بلديتكم خلال ساعات العمل الرسمية. احرصوا على تقديم معلومات دقيقة وكاملة في استمارة التسجيل قبل إرسالها. الآن لنتحدث عن شروط الأهلية للتسجيل. يجب أن تكون مواطناً جزائرياً وتبلغ من العمر 16 عاماً على الأقل في يوم التسجيل. وفي حال أديتم فريضة الحج خلال السنوات السبع الماضية، فلن تكونوا مؤهلين للتسجيل هذه المرة. بالنسبة للنساء دون سن 45 عاماً، يلزم التسجيل برفقة محرم، وهو ولي أمر من الأقارب الذكور. أما إذا كنتم تبلغن 45 عاماً أو أكثر، فيمكنكم التسجيل مع محرم أو بدونه. لا تقلقوا إذا لم تكن لديكم جواز سفر بيومتري. لا يزال بإمكانكم التسجيل، ولكن في حال فوزكم في القرعة، سيتعين عليكم تقديم طلب للحصول على جواز سفر بيومتري خلال 3 أيام من إعلان الفائزين. حددوا مواعيدكم وجهزوا مستنداتكم. إن فرصة أداء فريضة الحج رحلة روحية عظيمة، والاستعداد الجيد هو أمر أساسي. هذا كل ما لدينا في تحديث اليوم حول تسجيلات الحج لعام 2025 في الجزائر. إذا وجدتم هذه المعلومات مفيدة، فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة لمزيد من التحديثات. شكراً للمشاهدة، ونتمنى لكم التوفيق في التسجيل. إلى اللقاء.